السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة علم أميرة. وصفة اليوم عبارة على فطائر مالحين بطريقة اللي هي جديدة ورائعة، بحشوة اللي هي لذيذة، مكونات في متناول الجميع. على بركة الله ندوزو المقادير. كنحتاجو 500 غرام ديال الكفتة أو اللحم المفروم، وعندنا 3 البصلات مقطعين، عندنا الهريسة، عندنا الفرماج محكوك، عندنا التحميرة، وعندنا الابزار، وعندنا الملح، وعندنا الزيت نباتيه، وعندنا الربيع مقطع. نحضروا غادي نوضعوا الزيت، نوضعوا البصله، نبقاو نحركوا فيها حتى تهبط لينا. عاد نزيدوا الكفته. ما هبطت لينا البصله غادي نزيدوا الكفته، وغادي نبداو نفرتوها بهذه الطريقه هذه. حنا كنفرتو كندخلوا فيها البصله، وغادي نبقى مستمره بنفس العمليه حتى تفرتت لينا البصله الكفته كامله، وندمج لينا مع البصله وطيب لينا. عاد نزيدوا التوابل. نزيدوا التوابل وغادا نخلطوا الكل حتى يندمجوا لينا مع الكفته والبصله. غادا نخليها تكمل الطياب ديالها مع التحريك المستمر، والبوطه تكون مهيله باش ما تحرقش لينا. بدات لينا الكفته ديالنا، غادي نزيدوا الهريسه وغادا نخلطوا الكل باش يندمجوا لينا مع بعضياتهم. غادا نوضعوا الربيع اخر حاجه. الربيع راه كنخليه حتى الاخير، عاد كنضيفو باش كتبقى فيه باش كتعطينا ديك النسمه ديالو. ملي كنوضعوه في الاول راه كتمشي منه ديك النسمه. بعد ما وجدت لينا الحشوه ديالنا، دابا غادا نوضعوها جانبا وغادا نخليوها حتى تبرد. ندوزو نحضروا العجين ديالنا. كنحتاجوا لها كاس من الماء يكون دافي، وكاس غير مملوء من الزيت نباتيه، كاس من الحليب يكون دافي، عندنا دانون طبيعي، خميره الحلوى من فئه 7 غرامات، وعندنا خميره الفوريه اي خميره ديال الخبز، وعندنا معلقه صغيره ديال السكر خشن اي سكر سنيده، القليل من الملح والدقيق الابيض حسب الخليط. ندوزو نحضروا. غادا نوضعوا الماء، وغادا نوضعوا الخميره ديال الخبز اي الخميره الفوريه، وغادا نوضعوا السنيده وقليل من الملح، وغادا نوضعوا الحليب، وغادا نوضعوا الزيت نباتيه، وغادا نوضعوا الخميره ديال الحلوى ودانون طبيعي. غادا نخلطوا المكونات مزيان حتى يندمجوا لينا مع بعضياتهم. غادا نزيدوا الدقيق الابيض غير بشويه بشويه، ماشي دفعه واحده. غادا نبقى مستمره نزيد في الدقيق الابيض حتى تجمع لينا العجينه ديالنا، ونحصلوا العجينه تكون رطبه ماشي قاصحه. بعد ما جمعت العجينه ديالي حصلنا على عجينه كتكون رطبه. دابا غادا نجمعها وغادا نحطها وغادا نخليها حتى تضاعف الحجم ديالها. بعد ما ضاعفت الحجم ديالها، دابا غادا نخرج منها الهواء وغادا نوضعها في سطح العمل. غادا نرشوا القليل من الدقيق الابيض، وغادا نبدا نطلق في العجينه. بعد ما طلقت العجينه ديالي كما كتشوفوا انا قطعتها على شكل مستطيل،
دابا انا ناخذ شكل من الاشكال دائري وغادا نقطعها. كما كتشوفوا بعد ما كملنا انا خدت البقايا ديال العجينه اللي شاطت لينا، وغادا ناخذ منها القليل وغادا نبدا نعمل واحد حربول باش نشكلوا بها الفطائر ديالنا. نبداو نبرموا فيها على هاد الطريقه هذه، طريقه اللي هي بسيطه. وغادا ناخذوا القطعه الدائريه وغادا نوضعوها فوق منها، غادا نوضعوها وغادا نشوفوا الطرف الزائد غادا نقطعوه وغادا نبداو نلصقوا الاطراف مع بعضياتها وكنحصلوا على هاد الفطائر على هاد الشكل هذا. ناخذوا القليل من العجين وغادا نبداو نشكلوا حليبلات على هاد الشكل هذا. كما كتشوفوا كنبداو نلفوا او نبرموا العجينه ديالنا، كناخذوا قطعه دائريه وكنوضعوا الشكل اللي عملنا فوق منها، كندوروه عليه، والعجينه اللي كتكون زائده كنقطعوها صافي، وكنلصقوا الاطراف مع بعضياتهم. وكنحصلوا على فطائر بهذا الشكل، ونبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الاشكال ديالي. بعد ما كملنا انا خليتهم حتى خمروا، عاد بديت كندهنهم بصفر ديال البيض وقطرات من الخل. دهنوهم غير بشويه، ما تضغطوش عليهم باش ما يتفشوش، وغادا نبقى مستمره حتى ندهن جميع الشكيلات. ندوزو باش نعمرو الفطائر ديالنا. كنوضعو الحشوه الوسط كما كتشوفوا، هي الحشوه تكون بارده ما تكونش سخونه. بعد ما عمرنا الفطائر ديالنا دابا غادا نوضعو الفرماج من فوق منهم يكون محكوك. كملنا غادا نبداو نزينو جوانب بالسمسم الابيض او جنجلان، نزينوهم بالبافو او الخشخاش. دابا غادا ندخلوهم الفران درجه حراره 180 درجه ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالو. والشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا كيجيونا على شكل راقي وجميل
بحشوة اللي هي لذيذة بزاف، كيجيونا رطبين ومفشفشين وخفاف بزاف. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوهم، فعلا يستحقوا التجربة. ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد. مع السلامة، فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير.